السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ في حل نموذج رقم 2. أول سؤال بيقولي إذا كانت A على البي بتساوي 2 على 7 فما قيمة 2B على 7A؟ بكل سهولة أنا عندي ال A هتطلع بتساوي 2 وال B بتساوي 7. تعالى بقى نعوض، هتبقى 2 في 7 على 7 في الاتنين، يعني هتطلع بواحد اللي هي رقم ج. نخش في سؤال رقم 2 بيقول لي إذا كان عندي دالة بتساوي 5 فإن 3 في الدالة ديت هيطلع بيساوي إيه؟ طبعا ال3 ده شيء ثابت في الدالة. دالة عندي ثابتة اللي هو مديني قيمتها ب5، يعني هتطلع لي 15 اللي هي ب. طبعا السؤال دوت في ناس كتير بتتلخبط فيه، يقول لك هنا 5 يحطها لك -5 عشان هنا في دالة هنا بتلد الاف بس بتساوي 5 وحاجات غريبة كده. لا، هنا دالة ثابتة وهنا دالة ثابتة وهو مديها لك بتساوي 5. سؤال رقم 3 ما ميل المستقيم ال. طيب هو بدأ من هنا اللي هو 0 و0 اللي هو نقطة الأصل، وانا عارف قانون الميل بيساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. برافو عليكم، يعني هتبقى 5 ناقص الصفر على -3 ناقص الصفر، فالإجابة تطلع لي -5 على 3 اللي هي د. ندخل في سؤال رقم 4 بيقول لي ما المساحة السطحية للأسطوانة؟ المساحة السطحية دي اللي هي المساحة الكلية، ومديني قيمة باي ب3.14. طيب أنا عايز أعرف إيه هي القانون الأول. المساحة السطحية اللي هي المساحة الكلية ديت اللي هو 2 باي في الار، في هنا عندي الاتش زائد الار. طيب 2 في الباي اللي هو أصلا مديهالي ب3.14 في ال3 اللي هي اللي في الار اللي هي ب3، 5 زائد 3 هتحسبها هتطلع معاك 150.72. ندخل في سؤال رقم 5 بيقول لي إذا كان عندي بي وسطا متناسبا بين 3 وال12 فما قيمة البي؟ طالما هو عايز الوسط يبقى احنا بنعمل موجب وسالب جذر 3 في ال12، فهتطلع بتساوي موجب وسالب 6 اللي هي رقم ب. سؤال رقم 6 بيقول لي ما مجموعة حل المتباينة 2x ناقص الواحد أقل من 9. طيب أول حاجة تعالى نحلها، 2x أقل من 9 زي ما هي، -1 لما يتنقل الناحية التانية هيبقى -1، يعني 2x أقل من 10 هنا على 2 وهنا على 2، يبقى الإكس أقل من كام؟ من 5. طيب يبقى الإجابة عندي هتبقى من سالب ما لا نهاية ل5. دايما السالب ما لا نهاية مفتوحة. طب والخمسة هنا هتبقى مقفولة ولا مفتوحة؟ رحنا على علامة الأقل من دي لقينا فيه يساوي، قال لك لا يبقى خلاص مفتوحة. لو فيه يساوي تبقى مقفولة، تبقى الإجابة رقم ألف. ندخل في سؤال رقم 7 بيقول لي إذا كانت x ب2 و3 وإن x في الواي بتساوي 6 وعايز إن للواي تربيع. طيب هنا هنحط مكان الاكس ديت 2، فهيبقى عندي الواي بتساوي 6 على 2 اللي هي 3. طب هو عايز ده عايز الان للواي تربيع، يعني 3 في 3 اللي هي تطلع بتساوي 9 اللي هي رقم ج. ندخل في سؤال 8 ما بعد النقطة عندي -3 و4 عن نقطة الأصل اللي هي 0 و0. طيب بعد يبقى نحط الجذر بتاعنا هنا، الإكس -3 ناقص الإكس الناحية التانية اللي هي عند نقطة الأصل ب0 كل تربيع زائد 4 ناقص الصفر لكل تربيع، فالإجابة عندك هتطلع بتساوي 5 وحدة طول اللي هي رقم ج. ندخل بقى في سؤال 9 وده آخر سؤال في الإخطر. بيقول لي إذا كان الفريق الإعلامي للمدرسة مكون من 18 عضوا منهم 4 معلمين و8 طلاب، واختار أحد أعضاء الفريق عشوائيا لإلقاء خطاب، فما احتمال أن يكون طالب أو معلم؟ ممكن يكون طالب أو معلم. خلاص يبقى عندي هنا 4 زائد 8 اللي هم هيبقوا 12 على الأعضاء كلهم اللي هم 18، تطلع بتساوي 2 على 3 اللي هي رقم د. ندخل بقى في أول سؤال مقالي بيقول لي إذا كان B وسطا متناسبا بين A و C وعايزني أثبت الكلام دوت. حلو أوي. أول حاجة هعملها هقول ال A على ال B بتساوي ال B على ال C، الكلام ده يطلع بيساوي ال K. هروح أجيب ال B تطلع بتساوي عندي CK، ولما أروح أجيب ال A تطلع بتساوي CK تربيع. هروح أعوض في الطرف الأيسر، لما أجي أعوض فيه هيبقى عندي CK تربيع اللي هي قيمة ال A ناقص ال C على CK تربيع زائد CK.
طب في عوامل مشتركة اقدر اخدها مرة من البسط ومرة من المقام؟ طبعا اقدر اخد من البسط سي عامل مشترك، هيبقى ك تربيع ناقص الواحد، وتحت في المقام اقدر اخد سي ك، فيتبقى عندي ايه؟ ك زائد الواحد. حلو قوي. طب ما انا عندي هنا في سي هتروح مع السي، فهيطلع الاجابة عندي بتساوي ايه؟ ك تربيع. انا عندي كمان الكي تربيع ناقص الواحد دي اقدر احللها لايه؟ لكي ناقص الواحد وكي زائد الواحد. حلو قوي. على المقام اللي هو كي على كي زائد ايه؟ الواحد. فكي زائد واحد تقدر تروح مع كي زائد الواحد، هيطلع لي الطرف الايسر كي ناقص الواحد على الكي. تعالى بقى نروح نجيب الطرف الايمن. لما نيجي نعوض في الطرف الايمن هيطلع لي ايه؟ سي كي تربيع ناقص 2 سي كي زائد السي. مفيش حاجة، انا بعمل ايه؟ انا بعوض بس بقيمة البي وقيمة الاي، وبعد كده ببدأ اخد عامل مشترك، ما بنعملش حاجة. بعد كده على المقام سي كي تربيع ناقص السي كي. تعالى ناخد عوامل مشتركة بقى، هناخد من فوق السي عامل مشترك، هيتبقى كي تربيع ناقص 2 كي زائد الواحد، وتحت في المقام هناخد السي كي عامل مشترك، هيتبقى كي ناقص الواحد. طيب من البسط ده السي هتروح مع السي، والبسط ده اقدر اعمل فيه ايه؟ احلله، هيبقى كي ناقص الواحد وكي ناقص الواحد. تحت في المقام عندي كي ناقص كي في كي ناقص الواحد، ده هيروح مع ده، هيبقى لي كي ناقص الواحد على الكي، يعني الطرف الايمن طلع بيساوي الطرف الايسر، وده المطلوب اثباته. ندخل بقى في السؤال التاني، بيقول لي اوجد قيمة اكس. طبعا دوت اقليد السهلة جدا. هنقول عندنا البي سي الكل تربيع هتطلع بتساوي الاكس في ال18. هنعمل علامة الفي نقطة كده علشان ما نتلخبطش ما بينها وما بين الاكس. فهيبقى عندي 144 ديت، لان بي سي قيمتها 12 بتساوي 18 اكس، فيبقى هنا على 18 وهنا برضو على 18، فيبقى عندي الاكس بتساوي 8. ندخل في سؤال رقم 3، بيقول لي قاعدة منشور ثلاثي هي مثلث قائم الزاوية. تعالى نرسم المثلث. ماشي. طول وتره 17 متر. حلو قوي. وطول احد اضلاعه 8 متر. ماشي. وبيقول لي اذا كان ارتفاعه 12. حلو، معانا الارتفاع كمان ب12. عايز ايه؟ عايز حجمه. طيب الحجم اللي هو ايه؟ محيط القاعدة في الارتفاع. طب تعالى نجيب الاول الضلع اللي فاضل لنا في المثلث. هنجيبه ازاي؟ بفيثاغورس. 17 تربيع ناقص 8 تربيع، احسبها لي بالآلة هتطلع معاك 15. حلو قوي. كده خلاص احنا نقدر نروح نجيب الحجم بكل سهولة، اللي هو محيط القاعدة اللي هو 15 زائد 8 زائد 17 في الارتفاع اللي هو مديهولي 12، فهتطلع الإجابة عندك 480 سنتيمتر مكعب. ندخل في سؤال رقم 4، بيقولي إذا كانت R علاقة من X إلى Y ومديني X ومديني Y، وكانت XRY تعني بالعلاقة دي. هو ده أهم حاجة عندي في السؤال. مديني Y بإيه؟ ب2X زائد الواحد. حلو قوي. هنعمل إيه؟ هنقوم حاطين كده هنا دي الإكس ب2 3 4 والخمسة، وهنعمل هنا ده كده الواي اللي هو مديهولي ب3 و5 و6 و7 وكمان 9 و11. ظبط بقى البتاع ده كده، هيبقى ايه هنا مش فيه، هتبقى بالشكل دوت. وبعد كده عشان اجيب الواي هنعمل ايه؟ هنعوض في المعادلة دي، هنعوض مرة ب2 مرة ب3 مرة ب4 ومرة ب5. هيبقى 2 في 2 ب4 زائد الواحد، يبقى الاتنين رايحة للخمسة. حلو قوي. وبعد كده هنعوض مرة تانية ب3 فهتطلع لي 7. هنعوض مرة مكان الاكس ديت ب4 فهتطلع 9. وهنعوض مرة مكان الاكس ب5 فيه هتطلع 9. يبقى انتوا بالنسبة لكم دي ايه؟ طبعا دالة. اشمعنى دالة؟ لان ايه؟ كل واحدة طلع منها سهم واحد بس. ندخل في سؤال 5، بيقولي اوجد قيمة اكس التي تجعل 4 وال5 والاكس وال10 متناسبة. ده سؤال سهل جدا مفيهوش اي حاجة. هتبقى 4 على ال5 بتساوي الاكس على ال10، واروح اجيب قيمة الاكس اللي هي تطلع بتساوي ايه؟ 4 في 10 على 5، يعني 40 على 5 اللي هي فيها 8. ندخل في سؤال رقم 6، بيقولي في الشكل المقابل اثبت ان البي سي اكبر من الاي سي. هنقوله بما ان اول حاجة الدي اي بتوازي البي سي، وعندي فاذا قياس زاوية البي هتطلع بتساوي
42. ليه؟ بالتبادل اهو، شكل زد اهو، يبقى بالتبادل قياس زاوية بي هتطلع بتساوي 42. وكمان عندنا فإذا قياس زاوية بي قياس زاوية A بتساوي ايه؟ بتساوي 180 ناقص 68 زائد 42، فتطلع لي بكام؟ ب70. فخلاص، فإذا قياس زاوية A طلعت ايه؟ أكبر من قياس زاوية B، فإذا B C أكبر من A C. نحل بقى آخر سؤال في نموذج 2. بيقول لي فصل دراسي به 36 تلميذ، نجح منهم 27 تلميذ في الرياضيات و12 في اللغة العربية و9 تلاميذ في الامتحانين معا. فإذا اختير تلميذ عشوائي، أوجد احتمال أن يكون التلميذ المختار ناجحا في الرياضيات إذا كان العدد الكلي للمدرسة 540 تلميذ، فما العدد المتوقع للتلاميذ الناجحين في الرياضيات فقط. تعال نحلها بشكل فن عشان دي أسهل حاجة ليك. أول حاجة المشتركين قال لي كام؟ 9. ده المشتركين هنا، مثلا هنعتبر ده ايه؟ الرياضة، ودوت عربي. حلو. اللي نجحوا في الرياضة كام؟ هو 27 ناقص 9 18. واللي في العربي 12 ناقص 9 ب3. حلوة قوي. يبقى اللي نجح في الرياضة هيبقى 18 على عددهم كلهم اللي هو 36، يطلع بيساوي كام؟ يطلع بيساوي النص. طب هو عايز ايه؟ ده عايز العدد المتوقع للتلاميذ الناجحين في الرياضة فقط، يعني هيبقى 540 في في النص اللي احنا لسه جايبينه ده، فهيطلع لي 270. هي دي الإجابة. وبكده نكون خلصنا حل النموذج التاني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ومع السلامة.